حسام حسن يفرم مارسيل كولر بعد تعادل الأهلي مع إنبي في الدوري المصري. شاهد ماذا قال. ولكن في البداية صل على سيدنا محمد ولا تنسى الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة حتى يصلك كل ما هو جديد وحصري. علق النجم المصري حسام حسن مدرب المنتخب المصري على تعادل الأهلي مع إنبي وأدلى بتصريحات مثيرة جدا نقلتها الإذاعة المصرية منذ قليل. قال حسام حسن: للأسف اتفرجت على مباراة الأهلي وإنبي اللي انتهت بالتعادل بين الفرقتين في اللحظات الأخيرة. المباراة كانت سيئة جدا من الاتنين مدربين، كنت نفسي أتفرج على ماتش كورة كبير بين الأهلي وإنبي، لكن النهاردة الأهلي ومدربه كانوا مش موجودين أصلا، وإنبي نفس القصة، ما قدموش أي حاجة غير الهدفين اللي سجلوهم في الأهلي. في علامات استفهام كتير على بعض اللعيبة سواء من هنا أو من هنا. الأهم من كده أنا كنت متوقع أداء مختلف تماما بين بعض لاعيبة الأهلي، لكن للأسف اتفاجئت بالمستوى اللي شفناه النهاردة. كان في رعونة غير مبررة من بعض اللاعبين، يمكن في إجهاد على بعض اللعيبة، ويمكن في ضغوط، ويمكن في حاجات خارج كرة القدم. بصراحة أنا مش عارف، لكن أنا بحمل المسؤولية للمدربين النهاردة، وأتمنى أن كل مدرب في الدوري المصري يهتم بالجوانب النفسية أكتر من الجوانب الفنية، لأن اللاعب المصري بيحتاج تعامل من نوع خاص عكس لاعيبة العالم كلهم. هذا ما قاله حسام حسن للإذاعة المصرية منذ قليل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.